سنة 1992 الجزائر داخلة في أخطر عشرية من تاريخها. البلاد بدأت تولي مرعبة والناس ما عادوش يحسوا بالأمان حتى في أبسط الأماكن. وفي هذا الجو بالذات كان راجل واحد أشهر صوت عاطفي في البلاد قاعد في حانة صغيرة بولاية معسكر. ما كانش يدري باللي ذاك النهار غادي يبقى محفور في تاريخ الراي الجزائري. هذا الراجل هو الشاب حسني. ولد الراجل اللي غادي نحكيه عليه اليوم في حي الصديقية بغهران لعائلة بسيطة وفقيرة. بابا يخدم في الحدادة. من صغره حلم يكون طبيب ولا محامي، ولكن القدر كان عنده خطة أخرى. حسني اللي بدا يغني في الأعراس والحفلات الصغيرة اتحول في سنوات قليلة لملك الأغنية العاطفية في كامل شمال أفريقيا. صوته دخل كل بيت وكلماته صارت تعبر على وجع جيل كامل. ولكن الشهرة ما كانتش دائما نعمة. في بلاد داخلة في دوامة العنف الشهرة صارت تحمل معاها خطر حقيقي. وفي هذا الظروف بالضبط وقعت القصة اللي غادي نحكي عليها اليوم. كان حسني مثل أي شاب من جيله يقعد في الحانات مع أصحابه بعيد على الأضواض وعن الاستديوهات. وفي واحدة من الليالي في ولاية معسكر لقى روحه وجه لوجه مع شبان مسلحين بأسلحة بيضاء. اللحظة اللي أحس فيها باللي حياته في خطر حقيقي. تخيلوا معايا الصورة. راجل صوته يسمعوه الملايين، أغانيه تتحفظ عن ظهر قلب من طرابلس لحتى باريس، وفجأة يلقى روحه محاصر في حانة صغيرة وحده قدام تهديد مباشر بالسلاح الأبيض. ما كانش نجم في استوديو مكيف، كان إنسان عادي خايف على حياته. هذه التجربة ما مرتش عليه بسهولة. حسني اللي عادته يحول كل ما يعيشه لأغنية حول هذه اللحظة المرعبة لواحدة من أشهر أغانيه، صرات بيا قصة. والعنوان وحده يقول كل شيء. صرات بيا قصة يعني بالضبط وقعت معايا حادثة. ما كانتش أغنية عاطفية عادية عن الحب والفراق كما معظم أغانيه، كانت شهادة حية، توثيق مباشر لتجربة نجاة من الموت. والمثير في الموضوع باللي هذا النوع من الأغاني ما كانش غريب على حسني. في نفس الفترة تقريبا غنى برضو أغنية قالوا حسني مات بعد ما انتشرت إشاعة كاذبة في وهران باللي مات في حادث سير. رجع لبيته ليلقى الحشود مجتمعة تسأل وتستقصي وهو حي يرزق. حسني ما كانش يخبي وجعه ولا خوفه، كان يحولهم مباشرة لكلمات وألحان يشاركها مع جمهوره. هذا اللي خلى علاقة حسني بجمهوره مختلفة على أي فنان آخر في تاريخ الرأي. الناس ما كانوش يسمعوا فنان بعيد عنهم، كانوا يسمعوا راجل يعيش نفس المخاوف اللي يعيشوها هما في بلاد داخلة في منعرج خطير من تاريخها. وللأسف القصة اللي بدت كتهديد في حانة صغيرة بمعسكر سنة 1992 كملت بأسوأ طريقة ممكنة. في 29 سبتمبر 1994 يعني غير سنتين بعد، حسني قتل بالرصاص في وهران في جريمة اغتيال بقت لغز لليوم. 2 مجهولين ظهيرة نهار خميس عادي أنهوا حياة أشهر صوت عاطفي عرفته الجزائر. كأن أغنية صرات بيا قصة كانت نذير، تحذير مبكر ما فهموش حتى حسني نفسه في وقتها. اليوم ملايين الناس يسمعوا صرات بيا قصة بلا ما يعرفوا القصة الحقيقية وراها، يسمعوها كأغنية راي عادية بصوت حزين وألحان مؤثرة. ولكن اللي يعرف الحكاية يسمعها بطريقة مختلفة تماما، كشهادة راجل حس بالموت يقترب منه سنتين قبل ما يلحقه فعلا. هذا هو سر الراي الحقيقي وسر حسني بالذات. ما كانش يغني كلمات، كان يغني حياته بكل وجعها وخوفها وحبها. وكل أغنية عندها قصة، بعضها فرح والبعض كما صرات بيا قصة كانت صرخة إنسان حس باللي الخطر قريب منه أكثر ما يتخيل. وهنا يطرح السؤال اللي مازال بلا جواب لليوم: شكون كانوا هذوك الشبان في حانة معسكر سنة 1992؟ وشنو كانت علاقة هذا الحادثة إن كانت عندها علاقة أصلاً بالاغتيال اللي وقع بعدها بسنتين؟ القصة الكاملة لاغتيال الشاب حسني ومن يقف وراءها هذا موضوع حلقة جاية بالتفصيل.
سرعت بيا قيسة وقلت فرت يا من دعوة الخير زادت في العمر جيت نفاشي غمة قريب تفرت يا عدياني كترو ما لقيت الزهر شحال من مصيبة علينا تسلطات ويقرصوني سكر وجاو معمدين شحال من مصيبة علينا تسلطات العمورة ويقرصوني سكر وجاوني زاقمين اللي تهمتهم غداروني واش غادي نتنالو يا كندير ربي العالي في خاطرك يا خلى دارنا اللي تهمتهم غداروني واش غادي نتنالو يا ربي كندير ربي العالي في خاطرك يا خلى دارك شحال من مصيبة علينا تسلطات هنا مرضنا نعرفو رجال يا لا درت فيهم شر شكون اللي يرفدك يا وكندير ربي العالي في خاطرك يا سهلوا جيراني ما نسمعوا الخبار يا اللي هررتي الميمة الله يحرهك سهلوا جيراني ما نسمعوا الخبار يا ربي يا اللي هررتي الميمة الله يحرهك سرعت بيا قيس وقلت فرت يا وغير دعوة الخير زادت في العمر أنا مرادي نعرف رجال لا درت فيهم شر والم شكون اللي يرفدك سرعت بيا قيس وقلت فرت يا من دعوة الخير زادت في العمر جيت نفاشي غمة قريبة تفرت يا عدياني كترو ما لقيتش السلام يا شحال من مصيبة شحال من مصيبة